أهلا بكم جميعا. هل حدث معك من قبل أن جلست مع شخص لأول مرة وبعد دقائق فقط شعرت بانقباض في صدرك، أو شعرت أن طاقتك استنزفت تماما رغم أن الحديث كان بسيطا؟ في كثير من الأحيان عقولنا الباطنة ترسل لنا إشارات تحذير، لكننا نتجاهلها لأننا لا نعرف الشفرة الخاصة بالشخصيات السامة. اليوم سنتعلم معا كيف نقرأ هذه الشفرة. سأعطيكم 7 علامات إذا رأيتها في أول لقاء فاعلم أنك أمام شخص سام، وعليك أن ترسم حدودك فورا. هذا الفيديو هو دليل حماية لصحتك النفسية. لنبدأ. العلامة الأولى: هجوم الضحية المثالية. في أول دقيقة يبدأ هذا الشخص بشكوى عميقة، هو دائما مظلوم والجميع تآمر عليه. لو سألته مثلا: كيف حال عملك الجديد؟ سيرد فورا: المدير يغار من موهبتي، وزملائي حسودون، لا أحد يقدر ما أفعله. هنا هو يستدرج عطفك ليسيطر عليك لاحقا. وقد ذكر الكاتب روبرت غرين في كتابه قوانين الطبيعة البشرية: احذر من الذين يلعبون دور الضحية باستمرار، فهم يستخدمون ضعفهم كسلاح للتلاعب بالآخرين. العلامة الثانية: قصف الحب المزيف. هل رأيت شخصا يمدحك بشكل مبالغ فيه وأنت لم تعرفه إلا منذ لحظات؟ تخيل شخصا يقول لك: يا إلهي، أنت أفضل شخص قابلته في حياتي، لماذا لم نلتقي من قبل؟ أنت تفهمني بمجرد النظر. هذا ليس حبا، بل هو تخدير لدفاعاتك. الشخص السوي يأخذ وقته ليعرفك. وفي كتاب أحاط بهم المتلاعبون للمؤلف توماس إريكسون يوضح أن المتلاعب يبدأ برفعك إلى السماء ليسهل عليه إسقاطك لاحقا. العلامة الثالثة: كسر الحدود المبكر. الشخص السام لا يعرف كلمة خصوصية. في أول دقيقة قد يسألك: لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ أو كم تقبض شهريا؟ إذا شعرت أنه يقتحم مساحتك الشخصية بدون استئذان فهذه علامة حمراء. نفس الشخص الذي يخترق خصوصيتك اليوم سيتدخل في قرارات حياتك غدا. العلامة الرابعة: النميمة ونقل الأسرار. قاعدة ذهبية: من ينقل لك ينقل عنك. إذا جلس معك وبدأ بتشويه سمعة صديق له أمامك فأنت لست استثناء. سيقول لك: أتعرف فلانا؟ يبدو طيبا لكنه في الحقيقة كاذب، سأخبرك بما فعله. هنا هو يحاول بناء تحالف معك على حساب الآخرين. وكما قال سقراط: العقول الصغيرة تناقش الأشخاص، والعقول المتوسطة تناقش الأحداث، أما العقول الكبيرة فتناقش الأفكار. العلامة الخامسة: التباهي بالقوة والنفوذ. الشخص السام غالبا ما يكون نرجسيا، يريدك أن تعرف أنه مهم جدا. سيقول لك: أنا أعرف فلانا من المسؤولين، أو أنا الذي أنقذت هذا المشروع. هو لا يتحدث ليعرفك بنفسه، بل ليشعرك بأنك أصغر منه. هذا النوع يحتاج دائما لتغذية غروره من نظرات الإعجاب في عينيك. العلامة السادسة: والمقاطعة المستمرة. حاول أن تتحدث عن نفسك لثوان، وانظر هل يقطع حديثك. إذا قلت: لقد كان يومي متعبا، ورد فورا: أنت تقول متعبا؟ اسمع ماذا حدث معي أنا. فاعلم أنه لا يسمعك، بل ينتظر دوره في الكلام فقط. في كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي يؤكد أن أساس العلاقة الناجحة هو الاستماع، والشخص السام لا يملك هذه المهارة. العلامة السابعة: المزاح السام. هذا الشخص يلقي عليك إهانة مغلفة بمزحة، مثلا: لباسك جميل رغم أنه لا يناسب سنك، لا تغضب، أمزح معك. إذا اعترضت
سيتهمك بأنك حساس زيادة عن اللزوم. هذا ليس مزاحا، بل هو اختبار لمدى تحملك للإهانة. كيف نتعامل معهم؟ إذا اكتشفت هذه العلامات فعليك ب4 خطوات. أولاً، ثق بإحساسك ولا تكذب نفسك. ثانياً، ارسم الحدود فوراً وقل لا للأسئلة الخاصة. ثالثاً، لا تعطه معلومات عن نقاط ضعفك. وأخيراً، الانسحاب الذكي، فليس كل شخص تقابله يستحق مكاناً في حياتك. الخاتمة: في النهاية، حياتك قصيرة جدا لتقضيها في تبرير تصرفاتك لأشخاص يستنزفون طاقتك. تعلم قراءة هذه العلامات هو وعي نفسي يحميك. أخبروني في التعليقات، هل قابلتم أشخاصا بهذه الصفات؟ وكيف تصرفتم معهم؟ إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.